هلو هلو، مين اللي قال ان الشعريه زي العصفور شوربه بس؟ تعالوا اقول لكم بقى انا عملت الطبق ده ازاي وباقل مكونات. انا هنا كان عندي طاسه سخنه، حطيت فيها معلقتين سمنه. بعد كده ضفت عليهم بصلتين مبشورين. طبعا سبتهم يتكرملوا، قعدت اقلب فيهم كده لحد ما اخدوا اللون ده. كان عندي كبد وقوانص، اخدت القوانص لوحدها وضفتها على البصل بحيث ان هي بتاخد سوا اكتر من الكبده. هرجع لها تاني، قعدت هنا اقلب فيها تاخد اللون كده، وبعد كده ضفت عليها كوبايه كبيره ميه وسبتها تستوي مع نفسها. تعالوا بقى نعمل الشعريه. هنا في حله تانية كنت جايبه نص كوبايه زيت وحطيت عليها معلقتين سمنه وضفت عليها الشعريه وسبتها تتحمر مع نفسها كده. تعالوا بقى نرجع للكبد والقوانص كده. هنا كانت استوت، ضفت عليها الكبده لان الكبده بتاخد سوا اقل، يعني بتحط على النار 10 دقايق بالظبط. ضفت عليها بقى البهارات: كمون، كزبره، بصل بودر، توم بودر، شويه شطه، معلقتين ملح كبار عشان انا ما ضفتش ملح للشعريه. هنا كانت خلاص يعتبر استوت، اخدت اللون. الشعريه بتاعتي كمان كانت اتحمرت، اخدت اللون الذهبي الغامق ده. طبعا كان شكلها تحفه. جبت بقى الخليط اللي انا عملته اللي هو الكبد والقوانص بالصوص بتاعها وضفتها على الشعريه. عايزه اقول لكم الريحه كانت فظيعه. هنا كانت خلاص قلبتها كويس، بعد كده ضفت عليها كوبايتين كبار ميه زي ما انتم شايفين كده، وسبتها بقى تستوي خلاص. شفتوا هنا كانت استوت وكانت ريحتها وطعمها فظيع فظيعه بجد. هنا بقى كنت خلاص خلصت، قليت بطاطس وعملت سلطه طحينه وزينت كده بشويه بقدونس، وكانت تحفه تحفه تحفه.